اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا إله إلا الله. يوم مشرق كده بإذن الله، وربنا يجعل أيامكم كلها نور وسعادة وفرح علينا وعليكم، اللهم آمين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وبحبكم في الله. اول حاجه كده طبعا بعد ما ملوكه مشيت كده راحت المدرسه، روقت بقول لكم المطبخ بتاعي كده وفتحته كده علشان الشمس كده من الشمسه الحلوه اللي هي ايه بتاعه الصبح دي، بتبقى شمسه طبعا نظيفه كده ومعقمه. طبعا بتعقم اي مكان لما اي اوضه بيبقى مثلا واصلها شمسه وتفتحيها وتدخلي فيها الشمس كده بتعقم المكان وبتنضفه. وطبعا برضو فتحت الاوضه بتاعه الاطفال كده بتاعت الاولاد، يعني روجتها كده وطبقت الفرشه وقلت افتح الشبابيك كده تهوي الشقه كده. واللهم صل على النبي، وتغير جو الشقه كده يا حبيبي، لان حمدي طبعا كان في اليوم ده تعبان النهارده، ويدعوا له كده بالشفاء. واقول لكم ده الدواء بتاع حمدي وبتاع مالك. حمدي طبعا النهارده ما راحش المدرسه علشان خاطر تعبان، وانا قلت له ما انتش رايح النهارده. هو بصراحه كان عايز يروح وانا قلت له لا، ان عنده زور وتعبه وساخن شويه، فانا قلت مش هينفع ان حمدي هو يروح النهارده. حمدي حمود حمدي حمود، بص كده. تعالى خد الدواء دي، يلا التاني دي عشان تنام لك حبة. قوم يا بابا يلا عشان ترتاح شوية. جاي يا حمدي، تعالى حبيبي تعالى. ألف سلام عليك. قوم تعالى. مالك نما هو انت على مدك الدواء، يلا عشان تنام انت روح. تعالى يا بابا، دعوا بالشفا يا حبايبي. ألف سلامة عليك يا حمود. حمدي تعبان ودعوا له بالشفا. طبعا ملك لما مشيت كده قلت بقى افطره كده، عملت له شويه ميه بليمون، وكان بقى معاهم كده عيش زين كده، يعني ايه حاجه تبلع كده يا حبايبي علشان خاطر بس ياخد العلاج، لان مش قادر ياكل خالص من زور عنده ملتهب تعب. ازيك يا لول كباب، عامل ايه؟ حلو، الف سلامة عليك انت كمان. يقول لهم يا حبايبي ايه يا حل ايه يا عمري، هي هتلعب باللانش بوكس بتاع حمدي عشان مش رايح بيه النهارده. حمدي بلاش المدرسه طبعا، وهو بقى استولى على اللانش بوكس النهارده وطلع مرارته بعد كده بقى يا حبايبي بدأت ان انا ايه، بعد ما فطرت الاولاد وخدوا دواهم كده ومالك نام، وحمد طبعا برضو نومته شوية علشان ايه يعني يرتاح شوية كده. بدأت ان انا اشوف هطبخ لهم ايه. وملوكة قالت يعني قبل ما تمشي قلت لها هتاكلوا ايه النهارده يا ملوكة؟ بصراحة قالت يا ماما اعمل لي مكرونة. فانا قلت خلاص هعمل لهم النهارده مكرونة كده. وانا بعمل في المكرونه، فقلت ايه، هي كان نفسها في الكشري المصري من فتره كده، فقلت خلاص طالما انا كده كده عامله المكرونه، وهم اساسا ما باكلوش العدس بجبه والرز بشعريه على الكشري، فانا هعمل بس البصل كده وهحمره. طبعا هقطع البصل بتاعي جوليان كده او طرنشات. اللهم صل على النبي، بحط عليه شويه كده من النشا، معلقه من النشا، وبقلبهم بحطهم بقى ايه في الزيت، طبعا بيكون زيت غزير، وبحمر فيه البصل بتاعي بيطلع متحمر ومجرمش وبيبقى حلو خالص. معايا طاسه برضو فيها فصين كده من التوم، هحمرهم وهنزل عليهم بمعلقتين من الخل وعصره من الليمونه كده، وبعد كده هزودهم نص كوبايه من الميه او ربع كوبايه على حسب الكميه اللي انت عايزاها. اللهم صل على النبي، هسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده. هتقولوا الطاسه دي مش حلوه، هقولك الطاسه رجيجه هي عشان كده بتحمر معايا بسرعه، فانا طبعا برضو برجع في الغسيل اغسلها كويس. وده برضو طبق كده حطيت فيه معلقتين زيت ومعلقه كده من الشطه الناشفه علشان خاطر احمرها، وبديها تقليبتين كده. واللهم صل على النبي، بزودهم برضو ربع كوبايه ميه او نص كوبايه على حسب الكميه اللي انت عايزاها برضو. بسيبها بقى بغطي عليها على طول، لان ريحتها بتبقى صعبه شويه في الشقه، فبتخلي ريحه الشقه كلها شطه. وده كان بقى الكشري بتاعنا بعد ما سلقنا المكرونه وصفيناها، وعملنا بقى البصل بتاعنا المتحمر. وطبعا الصلصه بتاعتي كان عندي متفرزه في الفريزر، طلعتها سخنتها كده، وعملت البصله بتاعتي والتومه والشطه. وده كان بقى الغدا بتاعنا النهارده. يا رب الكشري بقى ايه يعجبكم كده وتجربوه، وتقولوا لي كده بقى في التعليقات ان انتوا جربتوه وعجبكم.
ويا رب بقى يعني ايه الفيديو بتاعنا يكون خفيف النهارده كده عليكم. ملوكه بقى كانت رجعت من المدرسه، ولما لقتني عامله بقى الاكل ده كانت مبسوطه جدا. قالت يا ماما انا بصراحه كان نفسي فيه، فقلت لها بالهنا والشفا. وده بقى كان طبق عامله الملوكه، كلته بالهنا. وانا كنت بحمر بطاطس، بس هي قالت لا انا مش هاكل بطاطس يا ماما. وده كان الغدا بتاعي انا بقى. طبعا حمدي كان نايم مش راضي ياكل، وانا طبعا قلت لو هو كل هعمله برضو شويه مكرونه عليهم يعني معلقه صلصه خفيفه كده، لان هو كده كده مش هياكل اي حاجه يا حبايبي. فانا عملت له مكرونه مسلوقه بس كده لان هو تعبان. اللهم صل على النبي. من بعد كده بقى قلت اعمل لهم حاجه حلوه. ملوكه برضو قالت يا ماما انا نفسي في الجيلي. قلت لها اخوك تعبان ولو كل منه يعني هيتعبوا عشان زوره تعبان ملتهب وكده. قالت يا ماما انا نفسي فيه قلت لها خلاص انا هعملهولك. ويعني ايه هحطه طبعا هو هيتحط في التلاجة، وقبل ما يعني ما تاكل منه هتطلعه يفك شويه. وبس حمدي مش هياكل منه لان طبعا هو تعبان، لما يرتاح ان شاء الله هجيبه واعمله هو كمان. فقلت بقى جبت كده كوبايتين من الميه، حطيت عليهم باكوين من اللهم صل على النبي من الجيلي. والجيلي ده بالمشمش يا حبايبي. هسيبهم بقى لما يغلوا كده، الميه الاول بتغلي وبعد كده بنزل بالجيلي بتاعي، وبسيب الجيلي بتاعي ده يغلي. ساعه ما يغلي بنزل عليه بشويه السكر على حسب ما انت عايزه، وبنزل بمعلقه من الجيلاتين اللي هو الحلال ده. واللهم صل على النبي بيغلوا برضو برجع تاني يعني لما بلاقيهم بيغلوا باخد بسيبهم يغلوا حبة حلوين كده، وبعد كده باخدهم بقى كده افضيهم في البولات او الاطباق بتاعتي. اللهم صل على النبي. انا جبت كده البولات اللي هي دي، البولات اللي هي الخشاف دي، بحط فيها كده. وطبعا انا عندي منجايه من الفريزر. انا كان عندي منجه الاولاد كلوها قبل كده في التلاجة، بس كان يعني ايه في الوقت ده لما هم بقى طلبوا المانجا الجيلي ده، فانا ما كانش عندي مانجا في التلاجة. فقلت خلاص انا هطلع منجايه كده من الفريزر، ولما تفك هقطعها واعملها برضو ايه في الجيلي كده، مش هجرى اي حاجه وهتبقى طعمها حلو برضو. قطعتها كده بعد ما فكت شويه، قشرتها وبعد كده قطعتها. وبعد كده لما الجيلي بتاعي كان هدي شويه وبرد يعني، مش هحط طبعا مش هحط عليه المانجا وهي ساقعه طبعا، والبتاع ساخن طبعا الجيلي. يا حبايبي وده كان بقى شايفين الجيلي معانا بعد ما الجيلي ربط ما كده شاء كان الله. ده طعمه بقى جميل الجيلي جدا بتاعنا وشكله اهو، حلو. ده بعد ما ربط اهو. بس انا طبعا مطلعاه من التلاجة من شويه بس علشان خاطر يعني ايه كان ساقع قوي، وانا زور تعبني شويه فمش قدرت ان انا اكله بساقع قوي يعني. شايفين اهو، ده بقى الجيلي بالمانجا. وده طبعا قطع المانجا اللي احنا قطعناها وحطيناها فيه بعد ما ايه ما فكت كده زي شفتوا معايا يعني. شايفين اهي بس. بألف هنا وشفا للي ياكل منها. اتفضلوا معايا.